هزت الأحياء بالكامل. بالانتقال لبلدة الهامة في الريف الدمشقي، عناصر النظام قامت بالتقدم باتجاه البلدة من محور منطقة العيون، وثوار البلدة اشتبكوا معهم وصدوهم. أيضا في الريف الغربي لدمشق وريف الدرعا الشمالي، وفي معركة مشتركة أطلق عليها معركة الحزم، قام الثوار والكتائب الإسلامية بقتل 20 وأسر 30 عنصر من كتائب الأسد. كما استطاعت الكتائب أيضا الإسلامية من صد رتل النظام المتقدم باتجاه خربة سلطانة. نعم. هذا العدد من القتلى طبعا، الناشطون تحدثوا عن 40 قتيل والآن قلت بين 20 و30، ولكن هذا العدد من القتلى هل هو مؤكد ومثبت بشكل رسمي سيد مازن؟ لا سيما نعم. أن الناشطين كذلك تحدثوا عن خسائر كبيرة كذلك في المعدات في صفوف قوات النظام وميليشيات حزب الله. بالفعل هذا العدد طبعا كما ذكرنا هو من جبهة النصرة المتواجدة هناك تقاتل مع الجيش الحر. إضافة لذلك هناك عربة بي ام بي تم تدريبها، إضافة لأكثر من 3 دبابات، وخاصة على جبهات عدس في الريف الشمالي. سيد مازن؟ نعم نعم. نعم. سيد مازن، لو سألت قليلا عن الأوضاع الميدانية في مدينة دوما التي شهدت تصعيد كبير خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الجاري كذلك من قبل النظام السوري. إحصائيات تقول بأن عدد قتلى الغارات العشوائية تجاوز 200 قتيل، بينهم نساء وأطفال وكذلك كبار في السن. هل بالفعل نعم ضعنا في صورة الأوضاع بشكل عام في دوما في ظل القصف المتواصل؟ نعم حقيقة 140 شهيد خلال 5 أيام ارتكبتهم طائرات الأسد وراجمات الصواريخ بحق المدنيين. أمس يعني تم إخراج جثة الطفل أنس الدلاتي من تحت ركام منزله، بينما لا تزال بقية عائلته متواجدة تحت الأنقاض، والدفاع المدني يحاول انتشالهم اليوم من تحت الأنقاض. ارتفع عدد شهداء المجزرة الأخيرة إلى 40 شهيد، حيث كان العدد 23 ليرتفع إلى 40 شهيد بعد إخراج أمس كما ذكرنا الطفل أنس الدلاتي. أشكرك جزيل الشكر. الناشط والإعلامي مازن الشامي كنت معنا بالريف في دمشق، شكرا لك.